عمرك سألت نفسك هو أنا ليه مش قادر أبطل أمسك الموبايل؟ حتى أول لما بصحى، وليه بيضيع مني ساعتين أول لما بصحى من النوم وأفضل ماسكه وألاقي فجأة وقت ورا وقت بيعدي؟ دي مجرد عادة سيئة وبكرة هعدلها، ولا الموضوع قلب معايا بإدمان سلوكي وأنا مش واخد بالي؟ لو أنت من أصحاب العقل المشتت وعندك أعراض ال ADHD أو مشخص بال ADHD، خلينا نقول مشخص لأن ده أدق، ولازم مش مجرد شوية تشتت أو مجرد بعض العلامات بتقول إن إحنا أكيد عندنا ADHD. عشان كده التشخيص دايما هو الأدق. التشخيص بيحصل من خلال طبيب نفسي يا جماعة، خلينا دايما نقول ده ونكون متفقين عليه. الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد شكل يومك، والأهم من ده بتحدد مدى قدرتك على جلد الذات من كتر التأنيب، أو إن أنا حاسس نفسي مش كفاية، أو إن أنا كان ورايا حاجات المفروض أعملها ومحصلتش. خلينا واضحين في حاجة مهمة جدا في الفيديو ده، إحنا مش جايين نلوم بعض، هنوطي صوت جلد الذات شوية، محدش فينا جاي يلوم التاني، هنفك الشفرة ونشوف ايه اللي بيحصل جوانا واحنا مش فاهمين الحاجة اللي جوه دي بيحصل فيها ايه، مخليني مش عارفة اتعامل مع الموضوع، او مخليني مش قادر احس ان انا قادر اعيش كشخص طبيعي. وبفضل دايما احكم على ذاتي من خلال الناس اللي عقلها بيختلف تماما عن عقلي، ان احنا بنفكر بطريقة مختلفة تماما، عندنا مشاكل خاصة بالوظائف التنفيذية، مش كل حاجة بتبقى طالعة من هنا بتعبر عننا. خلونا النهاردة نعرف بالظبط ايه الفرق السلوكي والمعرفي ما بين الإدمان والعادة، وايه اللي بيحصل في دماغي بالظبط. بشكل مبسط جدا، العادة دي عقلنا بيسجلها عشان يبتدي يتعامل بشكل تلقائي جدا مع بعض الأمور في حياتنا من غير ما يبذل طاقة أو مجهود كتير جدا. فاحنا بنعمل الحاجة دي بشكل تلقائي جدا، لما نصحى من النوم بنغسل سناننا، بناخد شاور، بننزل نروح مشاورنا، بنيجي نعمل ايه اما نيجي ننام. فدايما العادات دي في حاجات اصلا اوقات احنا بنعملها في حياتنا بشكل تلقائي جدا واحنا مش واخدين بالنا. فالاهم من كده ان هو الدماغ بيعمل الحاجه دي تلقائيا من غير لما يكون بيبذل طاقه او مجهود عشان يعمل الحاجه دي، فهو خلاص اتعود عليها. نقول مثال بسيط جدا، الشخص لما يجي يتعلم السواقه بيبقى خايف جدا، مش عارف يتحكم في كل حاجه، يعني على اكتر من حاجه، مش قادر يحس بالامان الكامل ان هو ممكن يعمل حادثه، يحصل حاجات كتيره جدا، بيفكر في 500 حاجه. مع الوقت تلقائيا بيبقى عارف هيسوق ازاي، هيحرك العربيه ازاي، التفاصيل اللي بيركز فيها، كل ده بيحصل بشكل تلقائي جدا، بيخلينا المخ بقى خلاص اتعود ان دي عاده، او السواقه دي عاده انا بعملها بشكل تلقائي جدا، ما ببذلش مجهود زي الاول وانا بعملها. فانا عشان كده لما بكون في اللحظه بجرب حاجه لاول مره ببقى مخضوضه، ببقى خايفه، انا مش عارفه، لسه عقلي مش متعود عليها. طب بعد كده لما انا اجي اسوق، بعد كده لما اجي اتعود على الحاجه دي، العاده دي تلقائيا بتتنقل من العقل الواعي للعقل اللاواعي، فالجسم تلقائيا او الدماغ بيبتدي يفكر بيها من غير ما يبذل مجهود في ان هو يعملها او تحصل الحاجه دي، او ما يحسش بجهد قوي جدا ان هو بيعملها. فده اللي بيفرق معانا، على حسب التعود عقلنا بيبتدي واحده واحده ينقل العادات من الواعي، من العقل الواعي للعقل اللاواعي. ده بالنسبه للعاده. ايه الفرق ما بين العاده دلوقتي والادمان السلوكي، او ان انا بستخدم الادمان في بعض السلوكيات الخاصه بحياتي زي الموبايل، الاكل العاطفي، العلاقات، حاجات كتيره جدا احنا اتكلمنا عليها. ارشح لكم ان انتوا ترجعوا تتفرجوا الفيديو اللي قبل ده او تسمعوا الحلقه اللي قبل دي. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الادمان؟ اول حاجه، الادمان بالنسبه للشخص اللي عنده ADHD بيفرز له قدر كبير قوي، حتى لو هو ما عندوش ADHD، من الدوبامين. فبالتالي احنا مع عقلنا المشتت، وان احنا طول الوقت بندور على الدوبامين عشان نحس ان احنا مبسوطين، او نحس ان احنا مش قادرين، مش عايزين نحس بالملل لما انا ابتدي اسيب نفسي لكم الدوبامين اللي بيطلع ده واللي انا طول الوقت بدور عليه، تلقائيا المخ بيبتدي يغير على الحاجات اللي بيستقبلها والحاجات اللي بيتصرف بيها تلقائيا. مخنا بيبتدي يعمل الحاجه دي بشكل تلقائي على حسب ما انا هعوده، على حسب ما هو هيفضل كل شويه بيعمل الحاجه دي بشكل تلقائي. فانا ايه المستقبلات او ايه الحاجات اللي انا هروح لها مجرد ما احس ان انا عندي ملل، مجرد ان انا حاسه ان انا باهدار، ان انا مش عارفه اتعامل مع مشاعري، ان انا حاسه ان انا في حاجات كتيره جدا ضغطاني. دلوقتي لما تحس بكل المشاعر دي، اجري دور على المخدر ده تلقائيا عشان تبتدي تخدر الحاجه اللي انت حاسس بيها في لحظه مؤقته. فالحاجه دي اوقات كتيره جدا بتتحول برضو بشكل لا واعي، مخنا بيبتدي يعمل الحاجه دي تلقائيا لحد ما انا شخصيا بفقد السيطره عليها، لحد ما انا شخصيا بلاقي نفسي بعمل السلوكيات دي مع اني عارفه ان الحاجه دي غلط بشكل واعي. للاسف من كتر ما انا بقرر الحاجه دي بشكل لا واعي، الموضوع ابتدى يتحول لان دي خلاص بقت استجابه مخي او عقلي للجزء ده، خصوصا مع الناس اللي عندها مشاكل مع ال ADHD. ان انا عندي مشاكل في المهام التنفيذيه، انا عندي مشاكل في الحاجات اللي لها علاقه بالموضوع ده، مخي تلقائيا عنده المشكله دي،
فالموضوع ده كمان زايد اكتر عند الشخص اللي عنده ADHD من الشخص العادي. فالفكره دلوقتي انا اصلا كده كده عقلي بيبحث عن الدوبامين، فتلقائيا دماغنا هتبتدي تتعود على الحاجه دي كمساله حياه او موت. انا حاسه ان انا حرفيا بموت، انا حاسه ان انا حرفيا مش قادره اتعامل مع حاجات كتيره قوي عشان مجرد مخي يحاول يفرز الدوبامين. فتلقائيا هروح اختار الحاجه اللي بتضرني او بتاذيني مهما كان ايه المخدر ده، سواء كان مؤذي بشكل ممكن الناس تبقى مش واخده بالها ان هو مؤذي للدرجه دي، او بتوصل لمواد ادمانيه قويه جدا على الشخص ان هو فعليا يتاذي. فاي حاجه منهم زي ما احنا اتكلمنا على الاجزاء دي، زي ما احنا اتكلمنا على الحاجات دي الحلقه اللي فاتت، قادره تكون سبب في تدميرنا كليا. يعني الاكل ممكن يعمل حاجه زي كده، الموبايل ممكن يعمل حاجه زي كده، الحاجات دي اوقات ممكن تاثيرها يبقى تاثيرها زيه زي المخدرات، العلاقات المؤذيه نفس الموضوع، في اوقات كتيره جدا. في الاول في الاخر احنا بنخسر نفسنا، خساره نفسنا قصاد مخدر معين ما بيفرقش على قد ان احنا كده كده ما بقاش عندنا تحكم في سلوكنا. فانا خسرت نفسي في جميع الاحوال مهما كان ايه المخدر اللي انا بتعامل بيه بشكل مؤقت. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا ليه احنا اكتر عرضه ان احنا دايما نقع في الحاجات اللي زي كده، وخصوصا كمان مع ان احنا من اكتر الناس اللي دايما بندور على الدوبامين عشان ده بيساعدنا في حته التركيز، في حته التشتت. فده بيفرق معانا كتير جدا في الحاجات اللي ليها علاقه بتعاملنا. ناس كتيره جدا بتبقى فاكره ان ال ADHD ده مجرد شخص متشتت، شخص بيتحرك كتير جدا. محدش بيشوف الجانب التاني اللي بيوجع، اللي ليه علاقه باكتئابنا وان احنا مش كفايه، والدوبامين لما بيبقى احنا فاقدينه في حاجات كتيره جدا في تعاملاتنا، قد ايه ده بيأثر بشكل كبير جدا على ان احنا مش قادرين حرفيا نعمل اي حاجه، ان احنا طول الوقت بنفضل نجلد ذاتنا زي ما انا قلت في الاول، وان قد ايه ده بيقتل في طاقتنا لدرجه احنا ممكن نقعد بالايام ما نبقاش قادرين نتحرك من مكاننا، ومش عارفين انا فيا ايه غير كم افكار سلبيه عمال يتصدر جوه دماغي ومشاعر متراكمه بشكل مش طبيعي. ده بيؤدي ان انا حرفيا بموت من جوه، ان انا حرفيا بحس ان انا من كتر كم المشاعر، من كتر كم الافكار مفصوله عن دماغي. فاحنا من حقنا ان احنا نشوف نفسنا بالشكل اللي فيه ناس كتيره جدا طول ما احنا كنا بنكبر ما كانتش بتشوفنا بيه، وما كانتش مقدره قد ايه ان احنا كنا بنعدي بحاجات كتيره جدا احنا ما عندناش قدره في التحكم فيها. فللاسف الشديد الشخص اللي عنده ADHD مجرد ما بيلاقي مسكن للوجع ده اللي مر بيه من وهو صغير، بيدور على مسكن يخدر بيه كل الشعور ده. فاوقات احنا بنعمل ده مش من باب ان انا بقول لك ان انت حقك تعمل حاجه زي كده، بس انا بقول لك ان انت تكون حنين على نفسك، ان انت تكوني حنينه على نفسك لما تفهمي دماغك بيعدي بحاجات عامله ازاي، ان دماغك بيحاول يدور على حاجه تخليه عايش، ان هو مقبول، ان هو شخص عادي، ان هو شخص من حقه يبقى ليه صحاب، يبقى ليه ناس، مفهوم ومتقدر، وشغله وكل حاجه بيعملها ودراسته وكل حاجه بتبقى صادره منه، ان هو برضو ليه تحديات بيعيشها بشكل كبير جدا. الناس كتيره جدا مش متخيلها الشخص ده جواه او في مخه او في مشاعره او في كل حاجه خاصه بنواحي حياته، قد ايه الشخص ده بيحارب علشان يعيشها. مهما كانت بسيطه بالنسبه للناس، الحاجه دي مش بسيطه بالنسبه للشخص اللي عنده ADHD. فهو فاحنا مش بنقول ده من باب ان احنا نعيش دور الشفقه او نعيش دور الضحيه، ده مش مكاننا خالص. احنا جايين نفهم نفسنا عشان نعرف ننظم حياتنا، ونحاول على قد ما نقدر نطلع القوه اللي ورا كل حاجه خاصه بينا، ان احنا اكبر بكتير من معاناه احنا بنعيشها، واكبر بكتير من مجرد حاجات بنتشل قدامها وبنعمل حاجات كتيره جدا. احنا اكبر، احنا كل حاجه خاصه بينا هي جزء مننا. للاسف المخ هو الجزء الكبير قوي اللي مسيطر على جزء خاص بحياتنا، بس في حاجات كتيره جدا ليها علاقه بكل حاجه حلوه جوانا. للاسف اوقات جلد الذات واوقات الكلام السلبي اللي بنعاني منه بيقتل حاجات كتيره جدا حلوه جوانا، احنا نقدر نطلعها بشكل مش معقول، بشكل حلو جدا. حتى لو احنا مش ما طلعناش ده، ما ثبتناش ده للناس، او الناس حتى ما حدش امن بينا ان احنا فعلا عندنا حاجات كتيره حلوه، المهم احنا نبقى مؤمنين بنفسنا، نبقى عارفين نفسنا، نبقى عارفين ان احنا نستاهل كل حاجه حلوه. يعني مجرد ما انا هبدا اعمل ده، واحده واحده الناس بتيجي وبتروح، واحده واحده الناس لما تلاقينا احنا قادرين نتعامل بكده مع نفسنا هيحترموا الجزء اللي احنا قادرين نديه والجزء اللي احنا ما نقدرش نديه، عشان شايفيننا ان احنا على الاقل محترمينه ومش بنحاول نداريه عشان نندمج مع الناس
او نخليهم يقبلونا، او بمعنى اصح بنتمرد عليه فيشوفونا ان احنا ناس وحشه او سلوكياتنا وحشه فطول الوقت نتهاجم اكتر. فلا، انا عندي قدره ان انا احمي الجزء ده فيا، واعرف انا بتسبب في الطريقه دي ليه، واعرف ايه الحاجات اللي بتخليني اتصرف بالطريقه دي. انت بتكون الخطوره ان انا بهرب من الضغط. الهروب دايما مش هو الحل. يعني انا لما اعرف كل اللي انا بعاني منه ده، الهروب دايما مش هو الحل. الهروب هو هيخليني طول الوقت بهرب من نفسي. فانا لما بدور على نفسي وسط الناس ما بلاقيهاش. لما بدور على نفسي وسط الناس، او خلينا نقول الناس الغلط او الناس اللي مش فاهمين احنا بنعمل ايه او بنعاني من ايه، فطول ما انا مش فاهمه نفسي مش هعرف اشرح نفسي للناس. مش هعرف، حتى لو شرحت نفسي للناس مش هيصدقوا قصاد السلوكيات اللي هم شايفينها او النتائج اللي هم بيشوفوها. فمهما الناس شافونا بشكل معين وشافونا كسبب ونتيجه، وان احنا مش عايشين ما بين الحاجه دي طول عمرنا، احنا كمان ذات نفسنا هنبتدي نقارن نفسنا بالناس، وهنبتدي طول الوقت بنقتل في حاجات جوانا عشان نبقى شبههم. فانا هفضل طول الوقت بهرب من نفسي. فانا مهما عملت ده مش هيخليني ان انا او الهروب هو الحل. يعني مش هيخليني اوصل للي انا فعلا عايزاه. الهروب مش هيوصلني الحته دي. فانا محتاجه اقعد مع نفسي اشوف ايه اللي بيجرى كده جوه. زي ما قلنا عادي جدا ان انا انظم ان بعض الحاجات اللي تخليني افصل عن الحاجه دي شويه. يعني عارفين ان انا اتضغطت شويه، انا ممكن امسك الموبايل اعمل حاجه، ممكن عادي اتعامل مع ناس، في ناس ممكن معينه ما تبقاش احسن حاجه في حياتي. وحتى احنا لا نخلو من حاجه زي كده في حياتنا. كل شخص فينا يمكن عدى بعلاقات كتيره جدا اثرت فيه، او حتى علاقه كسرت حاجه فيه مفهمتوش بشكل احسن في اكتر من محيط. للاسف الشديد الناس بتبتدي تتعامل معانا بالطريقه اللي هم بيفكروا بيها، واحنا بنبتدي نقتل في نفسنا لما بنفكر في نفسنا بنفس الطريقه اللي هم بيفكروا فيها علينا احنا، او بيحكموا علينا بيها احنا، او بيحكموا بالطريقه دي علينا. يعني انا نفس الموضوع في الاشارات دي. كل سنه وانتم طيبين. طب خلينا نروح لنقطه مهمه جدا. لما امسك الموبايل او حاجه كده معينه اعتبرها كجزء معين وباقي حياتي انا بحاول ادور على نفسي بشكل احسن، هنا ممكن تكون حاجه عاديه. يعني ممكن امسك الموبايل لمده دقيقتين، بس امتى بتبقى مشكله؟ لما امسك الموبايل عشان اقول لنفسي انا هقعد دقيقتين، فلاقي نفسي عدى ساعتين، يومين، وانتوا عارفين الحاجات دي كويس قوي. وانا مش حاسه فبقى خلاص انا مخي بقى جزء، او الحاجه دي بقت جزء من مخي. بحاول على قد ما اقدر انا بوصل بيه او بهرب بيه من الضغط. فانا مش بفصل، لا، انا برجع اهرب تاني. فكاني طلعت بره المخدر ورجعت خدت المخدر ده بشكل اقوى تاني. اول حاجه العاده. انا عايزه افرق ما بين العاده والادمان. العاده سلوك انا بقدر على قد ما اقدر لو ان انا متحكمه فيه. لو البيئه اتغيرت انا برضو مش بنهار. يعني مش كل حاجه فيا خلاص انا بيسبب لي قلق رهيب، انا مش قادره امارس حياتي، انا حاسه ان في حاجات كتيره جدا. لا خلاص، مجرد ان الحاجه دي بعدت عني فبحس بتراكم، بحس وكل كان هو اللي متحكم مش انا اللي متحكمه في السلوك. نفس الموضوع لو العاده دي جزء من حياتي، انا ممكن برضو اركز في حاجه فيها اقدر ابدلها، او اقدر انمي فيها، او اقدر اغير فيها، فاقدر ان انا اسيطر عليها في جزء معين. امتى بيبقى ادمان؟ لما الموضوع يبقى سلوك قهري حرفيا، اللي هو انا مش قادره ابعد، انا مش قادره ابطل الحاجه دي. انا عارفه كويس قوي ان الحاجه دي بتضرني، انا عارفه كويس قوي ان الحاجه دي بتاذيني، انا عارفه كويس قوي ان الحاجه دي بتبوظ حياتي، ومع ذلك انا مكمله فيها. فالحاجه دي بتسبب لي بجد حرفيا ضغط شديد جدا، عصبيه، حاسه ان انا حتى لو بعدت عن الحاجه دي كاني بتعرض لاعراض انسحاب. الحاجه بتبقى قويه جدا ان انا لو حاولت ابطلها او ابعد عنها. طب اول خطوه للحل والتعافي السلوكي نعمل ايه؟ مش انك تمنع نفسك بالقوه. الخطوه الاولى هي المراقبه. انا عايزه اشوف انا بعمل ايه في حياتي، اشوف انا بعمل ايه اللي انا بعمله بشكل لا واعي مخليني او الحاجه دي بتتحكم بجزء كبير جدا من وقتي، لدرجه انا مش قادره اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لان انا لو ما اتحكمتش، خلي بالكم من ضمن الموضوع ده اللي احنا عندنا مشكله فيه، البعد المكاني او الوقت، او الحاجات اللي ليها علاقه ان احنا نقدر بعض الامور، مخنا ما بيقدرش يركز فيها. فانا ممكن الدقيقتين تبقى بالنسبه لي ساعتين، وممكن الساعتين تبقى بالنسبه لي كانها عمر كامل. فلو انا بعدي بحاجه انا فعلا مش عايزه ابقى موجوده فيها، الموضوع بيبقى بالنسبه لي صعب. لو انا الحاجه دي بالنسبه لي هروب او مش عارفه، او انا مستمتع فيها، الوقت الكبير جدا ممكن بالنسبه لي يبقى دقايق. فانا محتاجه اراقب نفسي كويس جدا، بدون احكام، بدون جلد ذات. لان انا لو دخلت نفسي في حته جلد الذات خلاص ههدر الطاقه دي وهخش في الجزء بتاع جلد الذات، وان انا خلاص فعقلي تلقائيا هيبتدي ياخد باله ان انا لو قربت ان انا افهم الحاجه دي هجلد ذاتي وهوجعني اكتر فهيهرب اكتر. فدي الفكره. فانا كده انا بهدر الطاقه بتاعتي. اي حاجه لها علاقه بلوم الذات
كلام سلبي بلاش الحاجه دي. انا محتاجه ان انا اراقب يومي واشوف التشتت، انا بعمل ايه او ايه اللي بياخد يومي او ايه اللي بياخد وقتي. فانا بجري للحاجه دي اول ما اكون فايقه او مبسوطه، ولا انا بجري للحاجه دي لما احس بضغط، لما احس ان انا في شلل كده وان في حاجات مش قادره اتعامل معاها، فانا بجري على الحاجه دي في وقتها. تمام، عشان نكون واضحين وعمليين اكتر هنكمل برضو الفيديو اللي بعد ده عن علامات، عشان الفيديو ما يطولش، عن علامات تقدر تقول كده واضحه وصريحه ان احنا محتاجين ناخد وقفه مع نفسنا، عشان احنا في ده عادات ادمانيه بتاثر على يومنا وعلى سلوكنا، او نقدر نشتغل بشكل عملي اكبر، او نقرب لان احنا نفهم نفسنا بشكل احسن. فده برضو هيخلينا نوضح اكتر اللي احنا بنعمله ده، هل دي عاده سيئه ولا الموضوع بالنسبه لنا قلب لسلوك ادماني صعب مأثر على حياتنا كلها. فتابعوني ان شاء الله، وهحاول باذن الرحمن ان انا انزل ده بكره، ان الحلقه تكون جاهزه ونتكلم عن الموضوع ده اكتر ان شاء الله. اشوفكم في حلقه تانية مع كلام منا. امين.